ده حمدي فتحي، اللاعب المصري الوحيد اللي بيجيد ببراعة انه يلعب في كل مراكز الملعب، في قلب الدفاع وفي قلب النص وفي المراكز الهجومية. افضل ديفندر في مصر بيسجل بالراس، وافضل ديفندر في مصر بيعمل تكملة هجومية، وافضل ديفندر في مصر بينقذ مرماه وبيشيل كور خطيرة من على خط المرمى. هنتكلم عن لعيب هو واحد من نجوم مباراة القاضية، وواحد من افضل ان لم يكن الافضل في مباراة بايرن ميونخ ومباراة ريال مدريد. في يوم 13 يناير موسم 2019 تعاقد النادي الاهلي مع حمدي فتحي من نادي انبي في صفقة ليست جماهيرية وغير متوقع لها بالنجاح. لعيب اهم مزاياه ان هو بيقدر يستخلص الكرة من المنافس بشكل مميز، وبيقدر ان هو يحافظ عليها، بالاضافة كمان لتميزه في التسجيل بالراس. ولكن بقى مع الاهلي حرفيا كان بيطلع نار من بقه، بيسدد بمنتهى الدقة وبيستخلص بمنتهى المعلمة. ولكن اهم مزاياه بقى كانت الادوار التكتيكية، فكرة انه بيعتمد عليه في قلب الدفاع وهو بيلعبها بالشكل العظيم ده كانت مفاجأة كبيرة. اداؤه وقتها كان يحببك في الطريقة دي، تحس ان انت عايز الاهلي يلعب 3 ورا عشان تتفرج على حمدي بهدوءه وبروقانه وبثقته الكبيرة جدا. حمدي فتحي ألماني، ده لعب في بايرن ميونخ. اما بقى على المستوى الهجومي فكان في شيء جديد وتطور كبير جدا يحسب له ويحسب لمارسيل كولر، الراجل اللي اصبح لما بيحب يعمل حركة تخلينا نهاجم او نعمل خطورة على المنافس بقى بينزل مهاجم ومعاه مين؟ حمدي فتحي. على سبيل المثال في مباراة الرجاء نزل شريف وحمدي، ولان شريف مراقب اكتر على اعتبار ان هو المهاجم فكان في خدعة مبنية على حمدي، وقدر ان هو يسجل هدف بوعي تكتيكي عظيم جدا. يعني هنا عامل مثلث هجومي زي ما قال الكتاب مع محمد شريف وبيرسي تاو. والجميل بقى ان ده شيء بقى بيتكرر بسهولة وكأنه في الاصل مش ديفندر ولاعب جناح، وده بان في ان هو عنده كيمياء مع الخط الهجومي، ومش ان هو راجل غريب ديفندر كده جاي من نص الملعب. بالعكس هو لاعب مهاجم زيه زيهم، سواء مع تاو والشحات وكهربا. يعني عامل هنا نفس المثلث مع كهربا والشحات، وهنا حمدي هو اللي بيسجل. انسجام كبير مع الخط الهجومي وخصوصا مع حسين الشحات اللي في الطبيعي ان هو يلنك مع تاو مع كهربا مع شريف، انما ان هو يلنك مع حمدي فتحي وتبقى بينهم كيمياء كبيره كده ويصنع له اهداف وتتكرر زي قدام بيراميدز وقدام الزمالك، كانت ملحوظه جديده. من المزايا المهمه كمان عند حمدي فتحي بخلاف مميزات الديفندر العادي انه ما سابش ماتش كبير الا وعمل فيه اداء كبير، وعلى مدار الماتش كله مش مجرد ان هو بيعمل لقطه او اتنين. يعني هنا في مباراه بيراميدز بيستخلص الكره مرتين من 2 لعيبه مختلفين وبيخلي الاهلي يروح بهجمه، وفي نفس المباراه بينقذ كره هدف، وفي نفس المباراه بيسجل هدف الفوز. يعني تقريبا ما سابش حاجه الا وعملها. وعلى سبيل المثال كمان في مباراة القاضية وقت ما الناس كلها كانت أعصابها بايظة وشايفين إن ده ماتش العمر ونهائي القرن والكلام ده، كانت دي أعصاب حمدي فتحي في المباراة. بص يا باشا، بص بيستخلص الكرة إزاي، تحس إن هو بيلعب مع ولاد أخته. أما بقى قدام الريال فنزل في آخر نص ساعة عمل توازن كبير جدا، كان بيضغط وبيستعيد الكرة بشكل ممتاز زي ما عمل في أخطر فرصة للأهلي اللي هي بتاعت قفشة. حمدي من البداية كان هو اللي قطعها. اما بقى اخر مزاياه ان هو لعيب محترم ومركز في الملعب فقط ومش بتاع لقطه ولا بتاع شو. وان شاء الله يعني نحتفل النهارده وبكره ونقفل عشان عندنا ماتش مهم كمان اسبوع. حمدي فتحي عمره حاليا 28 سنه ولعب الموسم الحالي 29 مباراة، سجل 4 وصنع 4، وبشكل عام فلعب معانا 146 مباراة، سجل 14 وصنع 9، وفاز معانا ب10 بطولات، 2 افريقيا و2 تالت العالم و2 سوبر افريقي و2 سوبر محلي وكاس مصر والدوري. وحاليا موقفه ان كولر متمسك بيه جدا ورافض رحيله، والاداره موافقه ومرحبه جدا برحيله علشان الاستفاده الماديه. فاحب اعرف رايك في حمدي فتحي، وهل متفق ان هو يمشي ولا حابب ان هو يكمل مع الاهلي؟ وما تنساش كمان تعمل لايك وشير وفولو على الفيسبوك وسبسكرايب على اليوتيوب وتقول لي عايز ملخص عن مين، واشوفك في فيديو جديد.